السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الاعتذار، أو شخص يعتذر لي أو أنا أعتذر لشخص. فسر لنا ابن سيرين أن رؤيا الاعتذار في المنام تشير إلى الخير والصلاح ما لم يكن فيه ذل وهوان، ومن رأى أنه اعتذر من شخص وعفى عنه في الحلم فأنه يطول عمر وينال رفعة. أما إذا رأيت أنك قبلت اعتذار شخص أذنب بحقك في الحلم فذلك يدل على قيامك بعمل يغفره الله تعالى لك. وحلم سماع الاعتذار من شخص يدل على المكانة العالية بين الناس. أما النابلسي فيقول أن الاعتذار في الحلم يدل على سداد الديون وإعادة الودائع لأصحابها، فمن رأى أنه يعتذر لشخص مسن في الحلم فأنه يتخلص من هم وغم. ورؤية الاعتذار لامرأة في المنام تدل على الخروج من الفتن، وحلم الاعتذار لرجل يدل على الوفاء بالوعود والالتزام بالعهود. ومن رأى أنه يعترف بذنبه ويعتذر عليه في المنام فأنه ينال عز وشرف. أما حلم رفض الاعتذار وعدم الاعتراف بالذنب يدل على خساسة الرأي ودناءة طبعه. رؤية شخص نادم ويعتذر منك في المنام تدل على استعادتك الحقوق والمستحقات، ومن رأى أنه ندم على فعل وتقدم بالاعتذار فهذا يدل على التوبة والعودة عن الخطأ. رؤيا الاعتذار المكتوب في المنام يدل على فعل يندم الرائي على ارتكابه، ومن رأى أنه يرسل رسالة اعتذار ورقية في الحلم فهو يدل على إعادة الحقوق لأصحابها. أما رسالة اعتذار على وسائل التواصل الاجتماعي في المنام يدل على التراجع عن كلام يقوله. واستلام رسالة اعتذار من شخص في الحلم يدل على زوال هم وانتهاء حزن. قبول الاعتذار المكتوب في الحلم يدل على المسامحة والعفو عن الآخرين. أما رؤية عدم قبول الاعتذار المكتوب في المنام يدل على قسوة القلب وسوء الفعل. من وصلته رسالة اعتذار على الواتساب من شخص عزيز في المنام فهو يدل على التودد والمحبة بينهم. وحلم وصولة رسالة اعتذار على الواتساب وتجاهلها يدل على حدوث خصام وخلاف مع الآخرين. كتابة اعتذار لشخص ما في المنام تدل على الندم على أذية الآخرين والمكر بهم. أما قراءة رسالة اعتذار من شخص في الحلم تدل على النجاة من مكيدة وشر. إهانة شخص يعتذر لك في المنام تدل على أذية الرأي للآخرين واستغلالهم. ورؤية احتقار شخص يعتذر ويتذلل لك في الحلم تدل على التعسف بالمستضعفين وإذلالهم. ومن رأى صديقه يعتذر له في الحلم فهذا يدل على الخروج من الوحدة والضيق. وحلم سماع اعتذار الأخ يدل على تلقي الدعم والقوة. أما رؤية الأخت تعتذر في المنام تدل على تعويضات الخسارات. رؤية اعتذار شخص متخاصم معه في الحلم تدل على الصلح وانتهاء الخلافات معه. ومن رأى شخص من الخصوم يكلمه ويطلب السماح في المنام يدل على اللقاء به وحل المشاكل معه. ورؤية بكاء واعتذار شخص متخاصم معه في المنام تدل على الراحة بعد الضيق. أما إذا رأيت أنك تعتذر لشخص من الخصوم في الحلم يدل على ضعفك وانكسارك. رؤية شخص متخاصم معه يطلب السماح ورفض مسامحته في المنام تدل على البقاء على عسر وضيق. حلم مسامحة شخص من الخصوم بعد اعتذاره يدل على صفاء القلب ونقائه. حلم اعتذار شخص من الأقارب متخاصم معه يدل على نهاية القطيعة وإعادة الوصال معه. ورؤية صديق متخاصم معه يطلب الاعتذار في المنام تدل على ترك فعل المنكر والعودة إلى الحق. اعتذار العدو لك في المنام دليل على تحقيق النصر والرفعة. ومن رأى عدو يطلب السماح منه ولا يقبله في الحلم يدل على الدخول بعداوات مع الآخرين. أما قبول اعتذار العدو والصلح معه في المنام يدل على زوال العراقيل وانتهاء العقبات أمام الرائي. وإذا رأيت عدوك يطلب السماح منك ويصبح صديق في الحلم يدل على نيلك الخير والنعمة. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.